السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة طبخة مع عزيزة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بالجميع. كنقول لكم شكرا على اللايكات، على التعاليق ديالكم. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، والناس القدام تما كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد البريوش. دابا ندوزو للمقادير. هنا غادي ندير الحليب. الا كنتو دايرينو في الثلاجه ديروه في شي حاجه فيها الماء سخون حتى يدفى، حيت دابا راه الحال بارد. هنا درت 2 كيسان الا ربع، 2 كيسان الا ربع. ما كانش تقدروا ديروا غير كاس ولا نص. انا غادي ندير الماء حتى هو عندي دافي. غادي ندير كاس، هو كاس عامر، كاس عامر ديال الماء. هنا عندي 4 المعالق ديال السنيده، يكونوا مفتوحين ما يكونوش عامرين بزاف. هنا غادي ندير الطحين، المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. هنا درت 4 المعالق الطحين. هنا عندي الخميره العجينه، غادي ندير معلقه ونص. عرفتوا مع الحال بارد. صافي غادي نخلط كلشي مزيان حتى تذوب ديك الخميره مع السنيده، وغادي نغطيها ونخليها حتى تخمر، ونرجع باش نكمل معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انا راه خمرات. غادي ندير الملحه. هنا عندي 3 ديال المعالق ديال الزبده اللي ذوبتهم. هنا غندير نص كاس ديال الزيت. هنا عندي لا فانيلا، غادي ندير جوجات الثانيه. هنا عندي خماره. هنا عندي 2 ديال البيضات، غادي نهرس وحده كلها هنا، وحده غادي ندير غير الابيض، والصفر غادي نخليه باش غادي ندهن عليه العجينه. ها هو الصفر ديال البيض. غادي نخلط كلشي. هنا غادي ندير يديا. هنا بالنسبه للطحين، هنا عندي 8 كيسان ديال الطحين عبر العنده، راني مغربلاهم. ديما تنقول لكم على حساب، كاين الطحين اللي كيشرب والطحين اللي ما تيشربش. الا درتو 8 الكيسان وما هادو ما تجمعاتش العجينه، تقدروا تزيدوا الطحين. ولا بديتو كتعجنوا وتجمعات لكم هذا العجينه وبقى لكم الطحين، يعني راه الطحين ما تيشربش، على حساب. انا راه تجمعات ليا العجينه.
انا زدت نص كاس ديال الطحين هو اللي زدت. دابا غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر. من بعد ما ارتاحت العجينه وخمرات ديرهم بهاد التقاده هادي. حاولوا ديروهم قد قد. هنا كملتهم، عطاتني هنايا 16 حبه. غادي نغطيهم ونخليهم حتى يرتاحوا. دابا ارتاحت العجينه غادي نخدمها. كما كتلصق راه تخدم بالطحين. هكا غادي نجمعو هذا مع هذا، عاوتاني نديرو هذا مع هذا وغادي نقلبوها. نجمعو عاوتاني هذا مع هذا، نخرجو هاد القنينفات هادو، نعاودو نقلبوها تعطينا هاد الشكل هذا. مقدرتوش تخدمو غير الطحين، نديرو شويه ديال الطحين غير شويه كتعطينا هاد الشكل هذا. غادي نعاود معكم وحده اخرى. نجمعو هذا مع هذا، نعاودو نقلبوها. هادي مع هادي،
هنا راني كملتهم كلهم. دابا غندوز باش نوجد ليهم هذا الكريمه. انا غندير كاس ديال الماء، ندير الزبده، درت 2 معالق ونص ديال الزبده. انا غندير كريم باتيسري، حتى هي 2 معالق. هنا غندير لا فانيلا، نخلط كلشي، وغادي نديرها فوق البوطه. هنا راه حيدتها من فوق البوطه، هاهي نخليها عاد تدفى واحد شويه. هنا غادي ندهنهم بالبيض، داك صفار البيض اللي كنت خليت معكم قبيله. درت ليه واحد المعلقه ديال الحليب، ودرت ليه واحد شويه ديال لافامي باش ما يعطيناش ديك الصفوريه. هو اللي غادي ندهن به العجينه. الا كملت ليه الدهن بالبيض غادي ندير ليه الجنجلان. هنا كملت لهم هذا الجنجلان، غادي نعمر هاد الحفيره تاعو ديك الكريمه اللي صايبنا. الا بان لكم تساعدوا لي هنايا وركوا عليهم باش تبقى هاد البلاصه محفوره ما تطلعش. هكا صافي، وغادي ندخلهم الفران. راه شعلته، راه سخن على درجه الحراره 160، مشعول عليه غير من التحت، حيت انا مابقاش هذا، حيت هادو خمروا وانتما الا باقي ما خمروش لكم خليهم حتى يخمروا عاد دخلوهم هذا الفران. هنا بعد ما طابوا جبدتهم من الفران. هنا بعد ما بردوا حطيتهم في الطبسيل. غادي نزين بواحد شويه ديال السكر كلاصي، كيبقى اختيار اللي بغا يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صراحه هاد العجينه هذه يمكن لكم ديروا بها اي بريوش بغيتو، ديروا بهاد العجينه هذه اللي حتى رمضان. ما كنبغيش انا نسبق الاحداث، حيت رمضان عطانا ربي العمر راه باقي بعيد، ما عرفناش واش نوصلوا ولا ما نوصلوش. الله يجيب على الصحه والسلامه وطول العمر لينا ولجميع المسلمين، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور ويهدي ليه الجنه. وما تنساوش ملي تجربوه تردوا عليا في التعاليق. وكنتمنى لكم شهيه طيبه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.